اهلا ومرحبا بكم في قناتكم. نبقى غير مع جديد ان شاء الله. اليوم جبت لكم مشروع كذلك اللي فصل الشتاء، مشروع جديد. وجبت لكم هاد القطيفه هذه تاع فوتون شابه بزاف. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا طبعا بلا ما نوصيكم على اللايكات نتاعكم الجميله، ما تنساوناش باللايك تاعكم الجميل وما تنساوناش بالتعليق تاعكم الجميل. ونبداو ان شاء الله. كما قلت لكم اليوم جبت لكم هاد القطيفه نتاع فوتون شابه بزاف. عندي هنايا 90 سنتيم 90 سنتيم في القطع تاع القطيفه هذه. راح نخرج لكم بها ان شاء الله زوج تاع الفيزوات يعني فيزويات شابين ومتحفين. دوك في لافين تاع لا فيديو نقول لكم شحال يلبسوا. العرض نتاع القطيفه هذه البنات وراهي متنيه هكذا على اثنان، يعني العرض تاعها كامل 265 سنتيم. العرض نتاعها هذه راني تانيتها هكذا على اثنان، ودوك نزيد نتنيها لكم على 4 ونزيدو نتنيوها على 8 باش نديرو زوج نتاع الفيزويات. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. كما قلت لكم العرض تاع القطيفه هذه فيها 165 سنتيمتر. دونك راح نتنو القماش على الجهه اللي تكسل، فهمتوني، على الجهه نتاع العرض هذا نتاع القطيفه. راح نتنوها هكذا على 2 ثم على 4 ثم نزيدو نتنوها على 8 باش دير لنا زوج تاع الفيزويات. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هادو كيما هكذا تنيناها. دوك نروح نسقد القطيفه تاعي ونرجع لكم. هنا الطول كما قلت لكم تاع الفيزو درت فيه 90 سنتيم. انا عندي 90 سنتيم في القطيفه هذه. العرض نتاعها هو 2 على 4 راه 20 سنتيمتر. دوك نبداو في الفصاله ان شاء الله. راه متني كما قلت لكم، كما تنيت لكم. تبعوا الطريقه كيفاش راح نفصل لكم هاد الفيزوات. راح نجيو هنايا نديرو 19 سنتيمتر 18 سنتيمتر وراح نعينوا نقطه ونهبطوا 35 سنتيم. نهبطوا هنايا الهبطه كامل من الفوق. انا مخلين لاستيك وكامل نديرو 35 سنتيم ونديرو هذيك النقطه ونروحوا شغل نقوسوا هذيك التقويسه ونطلعوا للنقطه هذيك تاع الحزام. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. من بعد نجيو للاسفل وراح نروحوا نرفدوا كما قلت لكم. هاد الفيزو راح نديروها فيزوات طبعا ما يجوش عراض بزاف. راح نديروا 13 سنتيمتر ونروحوا نديروا نلقيو ما بين النقطتين. طبعا النقطه هذه تاع الحجر حتى النقطه نتاع الاسفل. ونروح نجيبوا المقص البنات عندي هذا ما حبش يقص لي. عندي هذا المقص فيه كي شغل كي الاسنان. هذا المقص هذا كي تكون القطيفه يعني تكون على 8 ولا تكون يعني شويه غليظه يقص لكم غايه. وتبداو تفصلوا الفيزو تاعكم كيما هكذا. كي تجوا لهنا دوروا غير بالعقل كيما هكذا. كما قلت لكم 90 سنتيم راح تخرج لكم زوج تاع الفيزويات ونروحوا نهبطوا حتى للاسفل غير بالعقل وراح يخرجوا لنا فيزوات شابين ومتحفين. طبعا كمشاريع مربحه. اللي دير المشاريع تفصل هكذا زوج تاع المرات، تنحيو هذوك الزياده اللي يكون عندكم، تفصل زوج فيزوات هكذا للبنوتات يعني للبنات هكذا باش تربحوا فيهم. طبعا هاد الفيزوات هادو من بعد البنات دوك نفتح لكم الفيزوات في زوج هادو. ها هما راه عندنا هذا الاول وهذا الثاني. فصلنا زوج مره واحده. تشروا من كل لون هكذا 90 سنتيم ولا متر وديروا الفيزوات هكذا باه تربحوا فيهم ان شاء الله. دونك راح نبداو من هذا الفيزو الاول. نديروا القطعه على القطعه وراح نجيو للامام طبعا وراح ننقصوا في الامام. دائما ننقصوا في الامام. نعدلوا القطعه مع بعض كيما هكذا وراح ننقصوا في الامام 2 سنتيم ونصف. هذا مكان 2 سنتيم ونصف. تنقصوها كيما هكذا. وكذلك في الامام راح نزيدو ننقصوا بواحد 1 سنتيم. في الامام نزيدو ندخلوا بواحد 1 سنتيم كيما هكذا. نفس الطريقه راح ديروها في الفيزو الثاني. هذا مكان هذه هي الفصله تاعهم ولا اسهل. ودوك ما يبقى لنا غير نروحوا للماكينه تاعنا ونخيطوهم مع بعض ان شاء الله. طبعا راح نروحوا للماكينه نتاع السلفله ونروحوا نقولوا بسم الله ونبداو ان شاء الله
دونك نبداو كما قلت لكم انايا هاد الماكينه تاع السيرفيلاج تاعي تاع السلفله، هي دير السلفله ومونطون تخيطهم. يعني انا كنحب ما نخيطهمش كامل، ما نخيطهمش، نركب لهم غير لاستيك وهذا مكان، ولكن انا نحب نعاود الخياطه باش تجيني متينه وتجيني شابه. طبعا راح تفوتوا عليه كامل اللي عندها السلفله، تفوت كما هكذا كامل على الفيزو، تفوتوا كامل عليه بالسيرفيلاج طبعا باش يجيكم نقي والخياطه تجيكم سهله مهله. طبعا هذا هو. من بعد ما كملنا كامل درنا السيرفيلاج في الاسفل كذلك باش ما ناكلوش في القماش طبعا، باش كنتنو هذيك التنيه تجينا شابه ومتحفه. مشروع ولا اروع مشاريع المربحه طبعا. المشاريع تاع الشتاء هادو هما اللي راح تبداو بهم، يعني في زوات هادوك العكسات نتاع القاطونه اللي درتهم لكم، مازال باقي لي مشاريع ان شاء الله راح نبدهم لكم تخدموا بهم ان شاء الله. ربي يوفقكم ويوفقنا ان شاء الله. المشروع اللي راح نخدم فيه انا راح نمده لكم ان شاء الله، تربحوا فيه. واذا حبيتوا كذلك تخيطوا البنياتكم هكذا في زوات هكذا في فصل الشتاء كذلك تفصلوا لهم هكذا قطيفه بدون ما تروحوا تشريوهم، راهم يديروا 50 حتى 45 حتى 50 الف. تروحوا تشريو قطيفه هذه تاع فوتون ماريش غاليه بزاف، دير 45 الف للمتر. انا 90 سنتيم جاتني فيها 40 الف، درت بها زوج تاع الفيزوات. طبعا تفوتوا كامل بالسلفله هكذا. من بعدها نجيو نروحوا نزيدوا غير نعاودوا غير الخياطه ونديروا لاستيك تاعنا. طبعا دوك نعطيكم القياس تاع لاستيك شحال ديروا. من بعد ما كملنا من الماكينه هذه تاع السلفله طبعا شوفوا شحال جات شابه الخياطه وجات نقيه، جا الفيزو مخيط بدون ما تزيد تخيطوه، ولكن انا نزيد نخيطو باش تجيني الحاله نتينا وشابه. نخيطها معكم. طبعا نتوما كاين بزاف اللي ما عندهمش هاد الماكينه تاع السلفله، طبعا تقدروا تعاودوا كما هكذا الخياطه، نعاودوا كامل الخياطه باش تجينا متينه. طبعا تفوتوا عليه كامل بالخياطه. ودوك نروح نجيب لكم لاستيك باش نلصقوه في الحزام. طبعا تخيطوا شحال من فيزو في النهار اذا حبيتوا ديروهم مشاريع. طبعا دوك نقول لكم حتى سعر البيع شحال تبيعوهم ان شاء الله. دعونا غير دعوه الخير، وما تنساوش طبعا كما قلت لكم اللي تدخل دير اللايك، يعني ما خسرتوا والو، ديروا لنا اللايك وديروا لنا تعليق شباب اذا حبيتوا. واللي مازالها يعني ما شاركتش في القناه شاركوا، راح تستفادوا اكيد من هذه القناه. راح نمد لكم غير جديد والمشاريع اللي راح تنجحوا فيها ان شاء الله. تروحوا كذلك ديروا هذيك العطفه تقلبوا غير 1 سنتيم وتبداو بالخياطه، تفوتوا عليه كامل هكذا تبداو بالخياطه باش تجيكم هذيك لا فينيسيون تجيكم شابه كيما اللي يتباعوا في المحلات. طبعا جا شباب بزاف هذا الفيزو. شوفوا هذيك السلفله كي درناها ودرنا وقلبنا للداخل جا كيما قلت لكم هكذا. شوفوا كيما اللي يتباعوا في المحلات شباب بزاف، خياطه نظيفه وشابه. لاستيك راح ديروا 50 حتى 55 سنتيمتر كما حبيتوا. المهم وتروحوا تخيطوا هكذا على زوج على اثنين طبعا باش نلصقوا الستيك تاعنا في الفيزو تاعنا ان شاء الله. القطيفه راهي كاينه فيها انواع وانواع، راح تحكموا هكذا النصف تعينوا بالطبشور باه كي تركبوا لاستيك تفوتوا كامل على الفيزو تاعكم باش يجي كامل مكشكش، ما يجيش جهه يعني مكشكشه وجهه تجي يعني ما تجيش مزيره، فهمتوني؟ تروحوا تبداو منا وتروحوا تلصقوا لاستيك تاعكم بكل سهوله. كما قلت لكم هاد القطيفه راهي كاينه راهي موجوده، تقدروا تشريو كامل الالوان اذا حبيتوا ديروا مشاريع، وكذلك اذا حبيتوا تشريو بالرولو، اذا حبيتوا يعني تنجحوا في هذا المشروع هذا تقدروا تشريو رولا كيما هكذا تاع قطيفه ينقص لكم في السعر تاعها. طبعا في يعني اللي يبيع لكم هكذا رولو يعني ما راحش يبيع لكم 45 الف للمتر، راح ينقص لكم اكيد باه يعني لا حبيتوا ديروا المشروع تاعكم راه ديروا فيزويات للنساء وللاطفال كذلك وتنجحوا فيهم. راح تنجحوا فيهم اكيد. هاد الفيزويات هادو لفصل الشتاء راهم يتباعوا كما قلت لكم غاليين. هنا تفوتوا كامل على لاستيك تاعكم تكشكشوه كامل كيما هكذا، من بعد تقلبوه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، ان شاء الله الشرح تاعي يكون مفهوم، ان شاء الله ما نكونش
طولت عليكم في الفيديو، ما تكونش مليتم الفيديو. انا نحب نوريكم كامل المراحل باه تفهموا طبعا كيفاش فصلناه، كيفاش خيطناه، كيفاش عمرنا لاستيك، كيفاش كففناه. طبعا ما راحش المراحل كامل، ما راحش نحرق لكم كامل المراحل، راح نمد لكم كامل المراحل هكذا باش تفهموا كمبتدئات. يعني كاين المبتدئات اللي مازالهم يعني يتعلموا، يقدروا يرفدوا كامل دونك هذا هو الفيزو تاعنا من بعد ما فصلناه وخيطناه. وهذا الفيزو الثاني كما قلت لكم 90 سنتيم، راح خرجت لنا زوج تاع الفيزوات ولا اروع ولا اروع. جاو متحفين وشابين، والخياطه تاعهم جات شابه، والفصله تاعهم سهله. شوفوا درناها على الجهه اللي تكسل، هذه هي. دونك هادو هما الفيزوات البنات. نقول لكم شحال يلبسوا 9 10 11 عام. هذا هو القياس اللي مديته لكم اليوم. والبيع راح تبيعوهم كما قلت لكم. انا شريت هذه القطعه 90 سنتيم، شريتها ب40,000، خرجت لي زوج فيزويات. طبعا راح نبيع 40,000 للواحد، هذا ما كان نبيعو غير 40,000، راح نربح 40,000. بزاف خير وبركه. اذا حبيتوا ديروا هذا المشروع راح تربحوا في اكيد. حبيتوا تبيعوهم حتى ل50,000. المهم انا عطيتكم القياسات، وعطيتكم سعر البيع، وعطيتكم شحال يلبسوا. هذه هي. المهم هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. ما تنساوناش باللايك الجميل، وما تنساوناش بالتعليق الجميل، ومع السلامه.